مساء الخير يا أصدقائي. موسم البط ابتدى موسم الانترنشيبس والوظائف بتاعة الصيف ابتدى. أنا عارفة إن كتير منكم دلوقتي قاعد على اللابتوب بتاعه وعلى الموبايل وعمال يدور كده يا ربي إيه سمر انترنشيب تكون لذيذة فيها أونلاين وأوفلاين عشان ما انزلش كتير، تقدر تفيدني في الكارير بتاعي، اقدر احطها في السي في بتاعي فتفرق. وعارفه برضو ان عندكم اسئله كتير من حيث اختار الانترنشيبس على اساس ايه او اقدم على اساس ايه. يعني هل مثلا اختار ان انا اشتغل في مثلا في النادي عندنا لو عامل اي سمر كامب، او يبقى احسن ان انا اقدم في شركه، او احسن من ان انا اقدم في ستارت اب. فقلت كده من خلال خبرتي المتواضعه ان نطلع نتكلم مع بعض وندردش شويه في ايه هي احسن الاوبورتونيتيز بيزد على انتوا عايزين تحققوا ايه، وايه هي اهم 3 ستيجز علشان نوصل لان احنا نحقق او نقدر ان احنا نشتغل في الاوبورتونيتي او الانترنشيب اللي تبقى مناسبه اكتر لينا. فبس let's get started. ستيب 1 هي البريباريشن او التحضير. التحضير ده متقسم حاجتين: تحضير نفسي نسال نفسنا شويه اسئله كده، وتحضير فيزيكال السي في والحركات. نبدا بالتحضير النفسي. الاسئله اللي انا عايزاكم تسالوها لنفسكم: انا عايز الانترنشيب دي ليه؟ هيبقى الاجابه بتاعتي انا عايز حاجه احطها في السي في. يا جماعه ايوه، ايه هو السي في؟ يعني احنا دايما بنسمع من اهالينا كلمه انت لازم تشتغل عشان تحط حاجه في السي في. ايوه، السي في ده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن ورقه بيبقى فيها الحاجات اللي انت، يعني بير ويز مي كده هنوصل لنقطه كويسه، ان انت بتكتب فيها كل الوظائف او الحاجات اللي انت عملتها عشان لما تروح لجوب ريكروتر معين يحس ان الحاجات دي قريبه للحاجات اللي انا عايز الموظف اللي عندي يكون عاملها، فانا عايز الشخص ده. ليه بشرح الشرح مبسط للسي في ده؟ ان ساعات غصب عنكم بتبداوا، او انا برضو كنت بغلط في الغلطه دي، نبدا نعمل حاجات مش قريبه للحاجه اللي انا عايز احققها وارجع اقول ايه ده انا ما اتقبلتش ليه. ما هو علشان السي في بتاعي في حاجات مش ريليفنت. يعني فور اكزامبل انا دلوقتي لو هتكلم على طلبه الجامعه، انا مثلا شاب بدرس فاينانس وعايزه اقدم على سمر انترنشيب ليها علاقه بحاجه في فاينانس، فان انا اقدم على حاجه ليها علاقه بفاينانس ده لازم يكون عندي بيسك سكيلز. يعني لازم يكون المايكروسوفت اوفيس عندي كويس، لازم اكون بعرف اتعامل كويس مع اكسل، لازم يكون عندي شويه حاجات كده، او مثلا قبل كده خدت كورس مثلا ليه علاقه باكسل، او مثلا درجاتي في الجامعه في كورس معين كويسه. ايه حاجه مش هتكون ريليفنت قوي ان انا مثلا اكون عملت انترنشيب قبلها في حاجه ليها علاقه بسمر كامب مع النادي عندي، او ان انا كنت قائد كشافه مثلا او كده. طبعا الحاجات دي كويسه بتزود ليدرشيب سكيلز، بس دي مش اكتر حاجه فيتنج لو انت عايز تحقق الجول بتاع ان انت تسكيور ا بوزيشن ان فاينانس. حددوا انتوا ايه السكيلز اللي قدامكم هيكون محتاجها، فبالتالي انا اخد انترنشيب اقرب ليها، اقرب ما يكون ليها. ده كلام طبعا بيبقى سبيسيفيك اكتر او بيبقى فيه لوكسجري اكتر كل ما بتكبر شويه وكل ما بتتخصص شويه. طيب لو انا لسه في المدرسه، اي حاجه هتعملوها هتكون ريليفنت وهتكون لطيفه مهما كانت، سواء ليها علاقه بحاجه انتوا بتحبوا دراستها او حاجه ما بتحبوهاش. المدرسه انت مش مطلوب منك انك تكون عندك خبرات او نيش معين. كلمه نيش ده اللي هو يعني تركيز معين، لا، المطلوب منك بس انك تكون مبين او انك برو اكتف بس في الصيف. يعني اللي هياخدك في انترنشيب ده هو بس عايز يكتشف او يتاكد ان انت شخص كنت برو اكتف. فدي اول جزئيه بتاعت ان انت تعمل تشيك ان صغير مع نفسك، تشوف اللي قدامك محتاج ايه او انت عايز توصل لايه، وعلى اساسه تبدا ان انت تختار انترنشيبس قريبه للسكيلز اللي انت عايز تحققها. وهنا برضو عايزه اتكلم في نقطه انه احنا مش بنخش انترنشيبس علشان انت مثلا اللي هتكبر لهم الشركه او انت اللي هتقلب الموازين. بالعكس، انت كانترن هم عايزينك تتعلم. فلما بيقول لك مثلا ابعت لي سي في او اكتب لي كفر ليتر، انا مش عايزاك تتوتر. ليه؟ ان هو مش مستني منك حاجات كتيره قوي، بس هو مستني منك شغف في التوبيك او في الحاجه اللي انت مقدم عنده فيها. وده برضو حاجه هتنعكس على ستيج 2 اللي هنتكلم فيها كمان شويه بتاعه الانترفيو، ان هو مش منتظر منك انك تكون مقطع الدنيا في فاينانس. ما هو انت كده كده هيبقى معاك سينيور او جونيور فول تايم معاك اوريدي هو شاطر في الحته دي، بس هو عايز منك شغف بنسبه كبيره. ستيب 2 في موضوع البريبريشن هو السي في. السي في ده قد يكون حاجه كومبليكيتد، بس زي ما مش عارفه فاكرين فيلم ابن القنصل ولا لا، بيقول لك صعوبتها في سهولتها. يعني ما تقعدش اوفر تو كومبليكيت ثينجز وتجيب 500 تمبلت وتتصور مليون الف صوره عشان تحط احلى صوره وتنقي اللون اللي مناسب اللي مش عارف ايه. دلوقتي بقى في اي سيستمز السي في بتاعك بيخش عليها
كل ما كان السي في سيمبل وبيسك بيبقى اسهل ان هو يقسم المعلومات السيستم بتاعهم ده وتخش عندهم في السيستم عادي. كل ما كنت كومبليكيتد اكتر في الديزاين وعملت وجبت وسويت، كل ما كان اصعب اصلا على السيستم انه يريد. استخدموا اكتر سيمبل تمبلت ممكن تلاقوها، مش ضروري انكم تحطوا صور، هي حاجه مش محبذه ان احنا نحط صورنا في السي في. زي كل ما كان بروفيشنال كل ما كان احسن. تبتدي باسمك، الايميل بتاعك، رقم تليفونك، المدينه اللي انت بيست فيها، وبتدي فوق كده نبذه عن نفسك about me section صغير. الاباوت مي ده مش لازم تحط فيه كل الحاجات اللي انت عايزها، تدي بس انترو. لو انا هديكم انترو عن نفسي، انا مريم سوليكا graduate او studying at كذا، عندي شغف او I'm passionate about كذا وكذا وكذا and I'm seeking opportunities in كذا وكذا وكذا to accelerate my growth. ايه اهم حاجه الريكروتر يعرفها في السكشن بتاع الاباوت مي ده؟ الميجر بتاعك، انت interested في ايه وايه السكيلز بتاعتك. دي حاجة. بعديها بنخش على الجزء بتاع الاكسبيرينس او الاديوكيشن. طالما انتوا لسه طلبه في الجامعه او طلبه في المدرسه، فالجزء بتاع الاكسبيرينس لو مش كبير نبتدي بالجزء بتاع الاديوكيشن. فنصايح السي في دي بتختلف لو انت جراديويت من لو انت ستودنت، علشان الجزئيه دي لو انت ستودنت انت اوريدي الاكسبيرينس بتاعتك مش كبيره، فبيبقى المتوقع ان انت بتبتدي بالاديوكيشن. الاديوكيشن او الاكسبيرينس او ايا كان بنبتدي بالجديد للأقدم، يعني بنبتدي بالجامعة ثم المدرسة. لو انت في المدرسة بنبتدي بالمدرسة الأول، ونفس الكلام في الاكسبيرينس. لو خدت انترنشيبس قبل كده، حضرت كورسز مثلا قبل كده، بنبتدي من الأجدد للأقدم. بنكتب اسم المدرسة أو اسم الجامعة وبندي 3-4 بوينتس بتبين احنا اضفنا ايه للشغلانه دي او للوظيفه دي، او في المدرسه كنا بنعمل ايه. يعني لو مثلا انا في الجامعه هقول ان انا مثلا ماس كوميونيكيشن ستودنت، من السكيلز اللي انا اتعلمتها كذا وكذا وكذا، وبركز برضو على الوظيفه اللي قدامي طالبه ايه، فبالتالي بتيلر السكيلز حسب كل وظيفه. يعني اصلا كونسبت السي في ده كله بتيلرت على حسب كل انترنشيب وكل حاجه انت بتابلاي ليها، علشان تشوف ايه السكيلز اللي هم محتاجينها وتقدر انت تابلاي وتوفر ليهم ايه. حاول دايما انك تستخدم فيربس تكون اكشنبل، يبين ان انت عملت حاجه، مثلا led كذا او generated كذا او created كذا، حاجه تبين ان انت عندك سكيلز قياديه. وكل ما كان فيه numerical values كل ما كان احسن. يعني مثلا work مثلا او wrote a dissertation paper of مش عارفه how many words، او led مش عارفه 20 plus projects، او worked مش عارف how many hours on it depending على الميجر وعلى الحاجه اللي انتوا عملتوها. فده بيبقى الجزء بتاع الاديوكيشن الاكسبيرينس. بعديها بنخش على السكشن بتاع الكورسز. لو انتوا خدتوا اي كورسز سواء على لينكدين، على كورسيرا، على هارفارد، على اي دولينجو، اي حاجه حتى لو مش ريليفنت، لو انت طالب قعدت ليه، علشان مش دايما بيكون الهدف ان انت توريهم السكيل دي قد ايه ريليفنت ليهم، بس برضه بيبقى هدف مهم انك تبين انك اصلا بني ادم اكتف بتحب تعمل حاجات. لو خدت مثلا ايلتس، امتحان الايلتس بتاع الانجليش اكتبه، لو خدت الدلف بتاع الفرنش اكتبه، يو سي ماس مش عارف مين، اي حاجه من الحاجات دي اكتبوها بتفرق. وفي الاخر او على الجنب ممكن تحطوا بقى سيت اوف سكيلز. السكيلز بتاعت كلها مثلا مايكروسوفت، سوشيال ميديا، لو بتعملوا مثلا فيديو اديتنج حطوا فيديو اديتنج، اي سكيلز تبقى ريليفنت. في بقى تip صغنونه كده بعد السي في، بعض الشغلانات بتطلبها حاجه اسمها كفر ليتر. الكفر ليتر ده برضو بتبدو حاجه كومبليكيتد. كنت لسه بتخانق الخناقه دي مع اختي، ان هي بتقول ليه اصلا ممكن يطلبوا من حد كفر ليتر والشخص ده ممكن يكون لسه متخرج او لسه اصلا في الجامعه. ارجع اقول لكم حلو قوي ان انتوا تتدربوا على انكم تكونوا وكانكم متخرجين او كانكم اوريدي بتشتغلوا، فتبقوا فاهمين اصلا طبيعه العمل او الورك بيتطلب ايه. فالكفر ليتر ده بتكون هي صفحه عباره عن باراجراف او 2 باراجراف بتلخصوا فيها السي في وبتتيلر فيها اكتر انت ازاي ريليفنت للوظيفه دي وبتقدم عليها ليه. فالسي في بيكون حاجه جينيريك اللي هو انا مريم عملت كذا وكذا وكذا وكذا. الكفر ليتر اللي هو انا مريم عملت كذا وكذا وكذا و this is why I think I'm fit او I'm suitable للوظيفه دي. وهتلاقوا تمبلتس كتير قوي على جوجل. جوجل is your best friend وتيك توك is your best friend actually. لو دخلتوا كتبتوا how to write my cover letter مليون حد هيساعدكم. نخش بقى على فيز 2 وهي during. يعني خلاص انا خلصت السي في، بعمل ايه بقى؟ بابلاي لو مثلا في ايميل معين او في لينك او كده. ولما بيكلموني وجي ميعاد الانترفيو، اول حاجه لازم ابقى لابس فورمال. للشباب وللبنات مش محبذ قوي سنيكرز، يعني لو عرفنا ان احنا مثلا نبقى لابسين هيلز، جزمه كده سواري لطيفه، ايفنينجز لطيفه، او ويست كومز تو ويست ممكن نلبس سنيكرز بس تكون سنيكرز بيضه، بس يبقى اوفر اول الطقم كله فورمال. عاده بيكون في 2 stages من انترفيوز. بيبقى في حاجه اسمها
اسمها HR انترفيو، بيبقى فيه تكنيكال انترفيو. الاتش ار انترفيو ده اللي هو عاده فهمك طبيعه العمل اكتر، عدد الايام بتكون قد ايه، اونلاين ولا اوفلاين، لو هي بيد يبقى هي بيد ولا ان بيد، السالري هيكون عامل ازاي، حاجات ليها علاقه بالاجازات والكلام ده، فده بيبقى الاتش ار. التكنيكال ده بيبقى مع حد مديرك سينيور ريليفنت للي انت بتعمله، بيسالك اسئله بقى تكنيكال. ده مش بيحصل في كل الشركات، في مثلا لو هي ستارت اب صغيره شويه ممكن بيحصل وان انترفيو وهو بيكلمك عن كل حاجه، مش بيبقى فيه اتش ار وتكنيكال. بس انا بديكوا الاوفر فيو، لو حصل ابسط من كده تمام، لو حصل اللي انا بقول لكم عليه ده برضو تبقوا اوير بالموضوع. كلمة انترفيو دي أنا عارفة عادة بتبقى بتخوف أو بتبقى قلقان، بس أنا عادة بحب أقرأ آيات كده وأدعية بسيطة قبل ما أدخل أي انترفيو، أبسطها وأجملها بالنسبة لي: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وببتدي إن أنا أتكلم بكل ثقة بس من غير غرور خالص. ببتدي اقول لهم عن نفسي، انا عملت ايه، وكانت مثلا لو عملت انترنشيب قبل كده كنت استفدت منها ايه، وانا ليه عايزه اقدم عندهم، او انا بدرس ايه في الجامعه قريب من اللي هم عايزين يعملوه وعايزين يحققوه. واهم حاجه بعد ما بتخلص الانترفيو خالص انك تبتدي انت تسالهم اسئله. الريكروتر الشاطر هو هيسالك if you have any questions. لو هو ما سالكش انت لازم تساله. مش عيب ابدا انك تسال على سالري، مش عيب ابدا انك تسال على مواعيد العمل هتكون عامله ازاي. ودايما بيكون لطيف ان انت تسال اسئله بعد الانترفيو، ان ده بيبين انك مش جاي كده وخلاص. فدايما خلوا معاكم سؤالين ثلاثه كده، اللي هو مثلا why did you choose me for this interview او this selection phase. بالنسبه لكم البيرفكت كانديديت يكون عامل ازاي. الاسئله دي كلها بتبين لهم ايه ده ولد او بنت شاطره، عارفين هما بيعملوا ايه، مش جاي متوه كده. خلصنا مرحلة الانترفيو بنشيك هاند، واهم حاجة قبل ما تخلصوا الانترفيو تسألوهم how can I follow up او when can I hear back from you، او هتقدروا تردوا عليا في خلال قد ايه، علشان بظبط نفسي وبظبط اجازاتي والحاجات دي كلها. فده برضو فولو اب مهم. نخش بقى للستيج 3 بالنسبه لي، وهي ستيج الفولو اب. ستيج الفولو اب دي حاولوا دايما ان انتوا تاخدوا كونتاكت للبني ادم اللي عمل لكم انترفيو، سواء ان انتوا تاخدوا الايميل بتاعه او تاخدوا رقمه، وبعد اسبوع مينيمم اسبوعين ماكسيمم ابداوا ان انتوا ريتش اوت للشخص، اسالوه hey I was following up with you if there has been any updates. وبطريقه بروفيشنال جدا. لو قال لكم unfortunately you were not selected يبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل. لو you were selected go ahead and enjoy those 1 month 2 months 3 months of your life. هتبقى life changing experience. ولو ما اتقبلتوش ده مش معناها ان انتوا وحشين، ودي بقى النقطه اللي انا عايزه اوصل لها، ان انتوا internships دي زي ما بقول لكم هما مش بيبقوا بيختاروكوا قوي على اساس قد ايه انت شاطر او قد ايه انت هتفيدني او قد ايه هتكبر البيزنس بتاعي. بالعكس هما بيبقى تارجت ليهم ان هما عايزين حد يعلموه، حد يبقى لويال للشركه. فمعنى ان هما ما اختاروكش او ما علينا عارفين الكلمه، مش معناها ان انت unqualified. بالعكس ممكن يكون هما وصلوا لكوتا معينه او عدد معين من الانترنز، ممكن يكون البادجت عندهم غير سامح، ممكن تكون الفيكنسي قفلت، في مليون الف سبب ممكن ما يكونش ليه علاقه بيكو. فما يبقاش اول انستنكت او اول رد فعل ليكم ان انتوا تخلوا الموضوع يسمع في السيلف استيم بتاعكم وفي ثقتكم بنفسكم، علشان انتوا لسه في بدايه حياتكم. ما تخلوش حاجه تكسركم وتقولوا لا خلاص مش هقدم تاني، انا ما اتقبلتش، انا مش شاطر. you're trying. والمرحله اللي في حياتكم استعدوا ان بجد اواخر اللي هو من 18 19 دي باوائل العشرينات هتبقى ملحمه، هتسمعوا ريجكشنز كتيره قوي، هتبقى اكسبيرينسز تقيله قوي قوي قوي. فتيك ات سلو، تيك ات ايزي، ستي كونفيدنت. وفي ايستر اج كده صغيره عايزه اتكلم فيها قبل ما اقفل الفيديو، هي موضوع paid ولا unpaid internships. الجيل اللي طالع دلوقتي كتير منكم بتتفرجوا بتبقوا دايما الاكسبكتيشن هي لازم الانترنشيب تكون بيد. وانا كمريم من مكاني ده اكيد بادفوكيت ان الانترنشيبس تكون بيد. وتقريبا 3 out of 5 of the internships that I did قبل ما اتخرج 3 منهم كانوا paid. Do I advocate for unpaid internships ولا لا؟ انا بالنسبه لي على حسب كذا حاجه. الورك لود شكله عامل ازاي، بتعلم منهم بجد ولا لا، الزملاء اللي انا بشتغل معاهم لطاف ولا لا، الشغلانه دي هتضيف ليا في السي في ولا لا. وبعديها ببص على موضوع الفلوس. ليه؟ علشان على قد ما الفلوس حاجه مهمه وانا بالنسبه لي حاجه اسينشال ان انا احس بريورد مادي ان انا ابريشيتد، بس برضو في المرحله من 18 لحد 21 22 دي
في حاجات مش هتبقى اهم حاجه فيها فلوس. يعني مهم قوي انك تعرف ازاي تكتب ايميل، مهم قوي ان يبقى عندك interpersonal skills. لو حد سخف عليك في الشغل هترد عليه ازاي، لو كلاينت ما بقاش لطيف معاك هترد عليه ازاي، لو مديرك رخم عليك هترد عليه ازاي. دي كلها حاجات الفلوس مش هتعرف تشتريها لك. لما تتخرج من الجامعه ان شاء الله وتخش اول فول تايم جوب، لو انت ما عندكش شويه السكيلز دول من قبل كده هتعاني. هتخش اول فول تايم جوب مجهد مرهق، مش فاهم الديناميك حواليك ماشي ازاي، وهتتعب. فعلى قد ما انا I'm not the biggest fan of unpaid internships، بس I'm the biggest fan of work before graduation. فلو ده الكومبرومايز that you would have to make given انه الناس اللي معاك لطيفة وانت بتتعلم والورك لود بالنسبة لك لطيف، go ahead and accept it. وبرضه مهم قوي اللوجيستكس والترانسبورتيشن وتشوف الحاجات دي، وان حتى لو unpaid تنيجوشيت معاهم. مثلا لو ممكن they can provide transportation، لو they can مثلا provide a hybrid working system تبقى نص اونلاين ونص اوفلاين. there is no black and white, you can always negotiate. بس ارجع اقول لكم الشغل في الصيف او الشغل قبل التخرج عامه ده نعمه كبيره جدا. هتحسوا بقيمتها قوي، وهتحسوا انتوا قد ايه فارقين عن اللي حواليكوا لما تخشوا اول وظيفه فول تايم جوب ليكوا ان شاء الله. اتمنى ما كنتش قطلت عليكم. بليز لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس هرد عليكم. ولو عايزين او فكروا معايا ايه التوبيك اللي انتوا عايزين نتكلم فيه ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وعايزاكم تتابعوا The Good News الفترة اللي جاية، علشان we launched an initiative اسمها The Good Op أو The Good Opportunity، اللي من خلالها هنقدم opportunities و internships كتير مفيدة ليكم. فميك sure you check them out. وبس استمتعوا وقولوا لي لو احتجتوا أي حاجة.